يسعد لي أوقاتكم يا أحلى عيلة. مين منا ما بيحب أكلات الإنجنار؟ بين قوسين الأرتشوكي. اليوم حنحضر مع بعض أسهل طريقتين، واحدة باللحمة والبصل والطريقة التانية جراتان الأرتشوكي. سريعة ما بتاخد وقت منكم. يلا نقول بسم الله. أول شي استخدمت إنجنار محفوظ بمطربانات، لأنه أنا صعب ألاقي عندي بالبلد الموجودة فيه إنجنار فريش. فرغ المطربان وبغسلهم، وبمي سخنة بنزل أرتشوكي لمدة دقيقتين حتى أتخلص من المواد الحافظة الموجودة فيه. وبعدها بصفيهم وبصفهم بصينية وبخ عليهم زيت نباتي. وبدخلهم الفرن وبتركهم حتى تستوي عندي لحبة 3/4 الاستواء. طبعا أنا استغنيت عن القلي واستخدمت الشوي لأنه صحي أكتر ونفس الطعم. وبهذا الوقت بجهز الحشوة الأولى. طنجرة بضيف معلقتين سمنة، حبتين بصل مفرومين، قلبهم وبستنى حتى تدبل البصلة عندي. بضيف اللحمة المفرومة ومنقلبهم، ونضيف رشة ملح وفلفل وبهارات. وصنوبر هذا الشي اختياري، بتركها لكم. وبتركهم على نار متوسطة 3 دقايق. وبعدها بطفي النار وبتركهم على جنب. لتحضير الطريقة التانية للجراتان بضيف معلقتين سمنة. استخدمت خضار مشكلة مفرزة، بغسلهم وبصفيهم وبنزلهم فوق السمنة وبقلبهم. بتركهم حتى اتأكد انه الخضار نضجت عندي. وبضيف ربع كمية حشوة اللحمة. اتقصد انه تكون الكمية كبيرة حتى استخدمها لحشوة الخضار. بتركهم على نار هادية حتى الخضار تاخد نكهة اللحمة، وطفي النار تحتهم. والإنجنار صار جاهز. هذا شكله بعد ما شويته. وبضيف الحشوات وبوزعها بالتساوي. وببلش جهز خليط البشاميل. عندي معلقة زبدة ومعلقتين من الطحين وكوب حليب ورشة ملح. بخلطهم مع بعض حتى يتجانس يصير الخليط تقيل. وبضيف بهارات مشكلة ريحتها كتير طيبة وزاكية. طبعا فيكم انتو تضيفوا البهارات اللي انتو بتحبوها، انا هذا الموجود عندي.
وعندي جبنة أشقوان بشرتها شرحات عريضة بقشرات البطاطا. عادي فيكن تستعملوا جبنة مبشورة خالصة الموجودة عندكم بالبيت. وبصب خليط البشاميل بهذا الشكل وبرش جبنة الأشقوان وبتركهم على جنب. وبحضر مرقة الخضار. استخدمت مكعبين من مرق الخضار العضوي، وبصب لتر من المي وبضيف المكعبات فوقهم وبخليهم لتغلي المرقة عندي. وبصبهم فوق الانجنار. وبغلف الصينية بالألمنيوم فويل. وهذا شكلها بعد ما استويت. وبرجع بدخل صينيتين انجنار اللحمة والجراتان حتى يتحمر عندي الوش. وبهيك طبقنا صار جاهز. يعطيكم ألف عافية. المنظر رهيب والريحة دمار وبالعافية. حاولت ما يكون الفيديو طويل عليكم. إذا عجبكم لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك حتى يصلكم إشعار بكل شي جديد. إذا كنتوا أول مرة عم تتابعوني حتى تكبر عيلتنا فيكم. وأكيد لايك حلو وكومنت محفز مثل العادة. ودمتم سالمين.